سنة وانتوا طيبين وبخير وصحة وسعادة. طبعا الناس كلها بتاكل امبارح يعني فسيخ بقى ورنجة والحبشتكنات اللي انتوا عارفينها دي. طبعا شم النسيم ما ينفعش خالص، لا في بشاميل ولا في كده ايه بانيه ولا في كوسة بالبشاميل ولا مخلل ولا الكلام ده كله. بس اصحى من النوم كده اهوت اقول لجوزي تعالى خرجني بقى وكلني رنجة وبتاع، يقول لي لا. طب لا تفتكر انا اسكت اقعد في البيت؟ لا طبعا. خدت عيالي كده اهوت وخدت الشنطه وقمت نازله على طول. قلت هروح فين بقى، هروح فين؟ المهم ما لقيتش حل غير ان انا اروح عند اختي حبيبتي. رحت بقى كده اهوت خدت العيال ورحت اشتريت لهم حاجات حلوه كده، وبعد كده قمنا راكبين المترو يا جماعه، وكده في طريقنا الى المترو. وانا دلوقتي بشتكي لكم من علاء، بقول لكم ينفع اصحيه واقول له تعالى خرجني النهارده شم النسيم؟ والناس كلها ما فيش حد قاعد في بيوت يقول لي لا ما فيش خروج، ما فيش مشكله. انا دلوقتي حاليا مستنيه كده ايه المترو. ماشي المترو خلاص هو جه اهوت يا جماعه، بس العيال كده ايه طبعا زي ما انتم شايفين يعني. بصوا براح البراح، انا كنت رايحه انا واختي وعيالها مشي، بس قضينا يوم كان حلو جدا جدا ومختلف بصراحه. التغيير مطلوب عشان الواحد ما يزهقش. اتمنى من كل قلبي ان الفيديو يعجبكم، لايك وشير. الفيديو طبعا يا جماعه مختلف، بس بجد اتمنى ان هو يعجبكم. يوم كده ترفيهي مش طبخ ولا حاجه، بس بجد كان يوم حلو جدا جدا ما شاء الله. كده بقى زي ما انتم شايفين انا اشتريت الولاد حاجه حلوه، وده اللي طلع اعلاناته في التلفزيون، وبصراحه الاعلان بتاعه عجبني قوي قوي. هات الزو يا علي. احنا جبنا الزو بصراحه منتج مصري بس في منتهى الجمال والحلاوه. زي ما انتم شايفين هم كانوا رايحين جايين كده، جايين رايحين عبال ما المترو يجي، وطبعا مكوكه القمر هي اللي كسبت طبعا ما شاء الله يعني. خلاص كده يا بنات المترو جه اهوت زي ما انتم شايفين، وهنركب بقى كده اهوت وجوله بقى ما شاء الله. انا بصراحه رحت لقيت اختي عامله اجمل واحلى اكله انا بعشقها، انا بعشقها من ايديها بجد حرفيا. مفيش حد ابدا بيعمل صينيه البشاميل زي اختي، ربنا يديها الصحه يا رب. والكوسه بالبشاميل عندها في حته تانية خالص. وعايزه اقول لكم ان حتى تتبيله البانيه ما شاء الله مختلفه بجد، كل حاجه ما شاء الله نفسها حلو في كل حاجه، الله اكبر يعني. طبعا انا طالعه لها انا شايفه قد الدنيا طبعا، صح كده ولا ايه؟ لا عجبكم الفيديو ما تنسوش الكومنتات يا جماعه، لان كومنتاتكم بتسعد قلبي، ربنا يسعد قلبكم يا رب. كده بقى احنا قاعدين في المترو زي ما انتم شايفين كده اهوت ماشي، وخلاص نزلنا من المترو ركبنا توك توك وودانا لغايه البيت وطلعنا ما شاء الله اتغدينا كده، وبعد كده نزلنا المحل عندها وقعدنا بقى. بصوا مش قادره اقول لكم شوكولاتات بقى وملتهات بقى وبيبسيات، وبصوا خربنا الدنيا كده. احنا خلاص وصلنا اهوت كده، خلاص دي نزلت كده المعادي، اختي ساكنه في المعادي طبعا، من المعادي لشبرا فتره كبيره جدا ماشي زي ما انتم شايفين كده اهوت. طبعا ايه انا لقيتها خلاص كده كانت بتتبل البانيه يعني على القلي وبتاع، والمكرونه البشاميل طلعت بقى يا نهار ابيض. عارفين يا بنات احساس ان هي اصلا ما تفتحش عليها شوايه بجد، بتخليها تاخد لون كده من فوق ومن تحت في الفرن. والبانيه بتاعها ما شاء الله اللهم بارك كده حاجه تحفه. والكوسه ولا المخلل اللي هي عاملاه تسلم ايديكي يا ام يوسف، يا احلى ام يوسف في الدنيا كلها. كنا بقى وعينكم ما اشوف الا النور. طبعا انتوا عارفين عني ان انا بحب الايه البشاميل تكون سايح كده ونيح كده. عايزه اقول لكم ان حاطه من جوه زيتون وفلفل كده الوان، لا مخليها طعمها حلو قوي ما شاء الله اللهم بارك بصراحه. بجد تسلم ايديكي يا ام يوسف. انا عايزاكم تكتبوا في الكومنتات كده تسلم ايديكي يا ام يوسف. شايفين يا جماعه الكوسه؟ شايفين الحلاوه والجمال؟ كلت وشبعت ما شاء الله كده ومليت بطني. وبصوا شهيصت الشهيصه كده عادي. انا من الناس اللي ما بحبش اوقف نفسي على حاجه، على الاقل لا براحته خالص مفيش مشكله. هو عنده راي وانا برضه عندي راي. خدت العيال بقى وعينكم ما تشوفوا اختلاف في الراي، ده شيء طبيعي طبعا. زي ما انتم شايفين كده اهوت اليوم اتقضى بجد حلو جدا جدا. ونزلنا بقى كده، ولما نزلنا المحل عايزه اقول لكم خلاص كده احنا خلصنا اكل خلاص مش هنطلع كده، احنا نازلين على السلم زي ما انتم شايفين. وطبعا الولاد مصممين ان هم ياجروا عجله، رحت بقى كده ايه اجرت لهم عجل زي ما انتم شايفين كده اهوت. وطبعا ست مكه مش راضيه خالص ان هي تركب ورا حد، عايزه هي اللي تاجر عجله. اسكت؟ لا طبعا ما اسكتش. النهارده يوم ترفيهي كده اهوت، قمت رايحه مأجره لها عجله زي ما انتم شايفين. واتصدمت ان هي بتسوق ما شاء الله عليها زي القرده يا اختي. ايه ده ايه ده يا اختي؟ انا ما توقعتش بصراحه ان هي تعرف تسوق العجله يعني. لا بس بجد كان يوم حلو قوي قوي. كل الناس طبعا في الحدايق وكل الناس في الجنينه والكلام ده كله انا قضيته في البيت ماشي، بس يوم في نفس الوقت يعني ايه مش في بيتي، في بيت مختلف عشان احس بتغيير واحس بالخروجه. وصراحه انا اول ما رحت عند اختي قلت لها فين بقى الفسيخ وفين الرنجه وفين الحاجات دي كلها. بصراحه قالت لي لا انا ما باكلش لا فسيخ ولا رنجه. تمام قلت لها يعني ايه؟ قالت لي يعني انا عامله بشاميل وكوسه وبانيه، هتاكلي ولا ايه؟ قلت لها لا هاكل طبعا مفيش اي مشكله. يعني انت بتزعقي لي ولا ايه؟ المهم كلت يا جماعه طبعا. وبصراحه انا ما كنتش حاطه امل على الاكل ده خالص بيني وبينكم يعني ماشي، بس محدش يروح يقول لها ايه. انا كنت حاطه امل بقى على فسيخ ورنجه بقى وسردين بقى والحاجات الحلوه دي عارفين اللي هي بتاعت شم النسيم دي. اتصدمت. بس بصراحه تسلم ايديها، كان الاكله في منتهى الجمال والحلاوه. والله كده يا اخواتي الفيديو كان خلص. اتمنى من كل قلبي ان هو يعجبكم ولو حتى بحاجه صغيره خالص. بس كده استنوني في فيديو جديد ان شاء الله، وتصبحوا على الف خير.